أنا صحيح ده أنا حاطط رينج لايت مثلا ولا أنا حاطط ليه؟ الناس ولعها. يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ دي الحلقه الثانيه من حصاد الامتحانات. لو ما شفتش الحلقه الاولى فارجع شوفها، هي كانت خاصه بالمسلسلات. حلقتنا النهارده هي خاصه بالافلام، وطبعا انا في نفس قعده الفيديو اللي فات بنفس الهدوم بنفس كل حاجه، بس الفرق ان انا كنت حاطط رينج لايت وناس اولعها، فدلوقتي ولعتها وانا اقول في حاجه ناقصه، ما علينا. المهم النهارده جاي اكلمك على السبع افلام اللي انا شفتهم في فتره الامتحانات والمناقشه، وهتلاقي السبع افلام دول متوفرين على النت عادي يعني. واول حاجه معانا وهو رفيق الضرب ورفيق كل الفاينلز بتاعت الكليه هي سلسله هاري بوتر. انا شخصيا ما اعرفش ليه، بس كل فاينل ومش نص السنه، لا كل فاينل في الكليه كان لازم بريوتش سلسله هاري بوتر. ولو انت ما تعرفش فعمو نرد افلام، هو راجل بوتر هيد قد الدنيا يعني، ومن هاوس سليذرين. وسلسله هاري بوتر هي مكونه من 8 اجزاء رئيسيين، وفي 3 اجزاء فرعيين من سلسله فانتاستيك بيستز، ودول في نفس العالم السحري بتوع هاري بوتر، بس هم 3 اجزاء منفصلين واحداثهم بتحصل قبل احداث هاري بوتر بحبه حلوه. وانا الحقيقه كان ليا نصيب ان انا ريفيو جزئين من اجزاء فانتاستيك بيستز، اللي هم فانتاستيك بيستز اند كرايمز اوف جريندلوالد وفانتاستيك بيستز سيكريتس اوف دامبلدور، بس هتلاقيهم من الريفيوهات المكتوبه عندي على بروفايلي الشخصي قبل بقى ما ابدا اعمل فيديوهات وكده. وانا الحقيقه بحب الاثنين ريفيوز دول جدا يعني، لان انا الحاجات اللي بحبها بتكلم عنها بشغف. وطبعا تقييمي لسلسله هاري بوتر هو 10 ونجمه وبوسه من 10 يعني. يا راجل ده انا فان للسلسله. The Ministry of Ungentlemanly، يا نهار ازرق كل ده اسمه. تاني فيلم معانا وهو فيلم اسمه طويل شويه، اسمه The Ministry of Ungentlemanly Warfare. الحمد لله ان انا قلت اسمه صح من اول مره. المهم ان الفيلم ده هو فيلم اكشن مبني على قصه حقيقيه ماخوذه من مذكرات وينستون تشرشل السريه اللي تم الكشف عنها سنه 2016، وهو بيحكي عن عمليه بتحصل خلف خطوط العدو الالماني في الحرب العالميه الثانيه. وهو فيلم من بطوله هنري كيفل والان ريتشسون، اللي هو لو انت مش فاكره فهو بطل مسلسل ريتشر اللي اتكلمنا عنه في حلقه حصاد الامتحانات نسخه المسلسلات، اللي هو الراجل الهجم اللي في طولي ده. الفيلم بيحكي عن واحده من عمليات البلاك اوبس اللي حصلت في الحرب العالميه الثانيه. واللي ما تعرفوش يا حبيب اخوك ان وينستون تشرشل هو اللي اسس مفهوم البلاك اوبريشنز اللي احنا نعرفها دلوقتي او اللي احنا نعرفها في التاريخ الحديث. وببساطه يا حبيب اخوك عشان تعرف ايه هي البلاك اوبس او البلاك اوبريشنز، عباره عن حكومه بلد معينه هتبعت فريق عدده صغير يعمل مهمه في مكان محدد، والمهمه دي بتكون غير رسميه، بمعنى لو هم نجحوا في مهمتهم فتمام واحنا المستفيدين، طب لو ما نجحوش او اتقبض عليهم فساعتها انا اول مره اشوف الناس دي. ده مفهوم البلاك اوبريشنز او البلاك اوبس، وكمان اللي بتصنف حاجه تبع حرب العصابات. وزي ما قلت لك يا حبيب اخوك فوينستون تشرشل هو كان الاصل في بدايه الموضوع ده. ويعني يا حبيب اخوك عايز اقول لك ان انا شخصيا بشوف ان وينستون تشرشل هو رول موديل بالنسبه لي، وبشوف برضو ان هو اذكى واعظم سياسي في التاريخ الحديث بغض النظر عن عنصريته وطبقيته، بس بدونه ما كانش الحلفاء هيعرفوا ينتصروا في الحرب. المهم يا حبيب اخوك ان تقييمي للفيلم هو 7.5 من 10، فيلم ريكومندد وحلو جدا. تالت فيلم معانا واللي كان سبب ان ريوتشو الفيلم اللي فات هو فيلم جاري اولدمان العبقري داركست اور، واللي بيحكي عن اول ايام تولي وينستون تشرشل لرئاسه وزراء بريطانيا. وانا في الحقيقه بحب الفيلم ده جدا وشفته كذا مره. وعشان تفهم الموضوع يا حبيب اخوك فرئيس الوزراء بتاع بريطانيا اللي كان قبل تشرشل كان نيفل تشامبرلين، واللي كان بيميل لعقد سلام مع المانيا ولتجنب الحرب. فكان في نظر الشعب واغلب البرلمان البريطاني هو رئيس وزراء ضعيف، لحد ما جه تشرشل وتعين رئيس وزراء لبريطانيا. وتشرشل كان بيتبنى سياسه الحرب على الالمان. وعشان تفهم خطوره الموضوع فلحد مايو 1940 كان هتلر احتل بولندا والدنمارك وتشيكوسلوفاكيا والنرويج. وفي يوم 10 مايو 1940 اللي هو يوم اعلان ان وينستون تشرشل بقى رئيس وزراء بريطانيا، في نفس اليوم يوم 10 المانيا كانت بتغزو بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا. فالراجل ما لحقش يولع السيجار بتاعه، لقى ان اوروبا بتروح منه والمطلوب منه انه يدافع عن بلاده اللي هي كانت منهكه، وفي نفس الوقت يدافع عن اوروبا وفرنسا اللي المانيا ماسكاها دعك.
لان بريطانيا العظمى كان بيتم تهديدها انها هيتم غزوها من الالمان وهيتم ابادتها، فهو كان لازم يتصرف باسرع طريقه. وبعد 10 مايو اللي هو يوم توليه ب 16 يوم، يعني يوم 26 مايو، اعلن تشرشل بدايه عمليه دنكرك اللي هي اكبر عمليه اجلاء للقوات في التاريخ، واللي بدونها كانت بريطانيا هتخسر اكتر من تلتين قواتها في الحرب، وده كان هيخلي الكفه تميل بشكل كبير ناحيه الالمان ودول المحور. وفي عمليه دنكرك بالذات وفي نجاحها ابتدى اسم تشرشل يلمع بشكل ملحوظ، وابتدى يحظى بثقه شعب بريطانيا فيه وكمان بثقه دول الحلفاء فيه. ومن هنا ظهرت عبقريته واسم الفيلم داركست اورز، بسبب ان في خطبه ايكونيك لتشرشل اسمها ذا فاينست اورز، وفي الخطبه دي كان بيرفع الروح المعنويه لشعبه بالذات ولدول الحلفاء في العموم بسبب تقدم الالمان في غزو الاراضي وهبوط الروح المعنويه لاغلب شعوب الحلفاء. ايه يا حبيب اخوك، باين لي عملت لك فقره نرد تاريخ بالغلط. انت عارف عمو نرد افلام لما بيتكلم في حاجه بيحبها بيسرح وبيندمج يعني. المهم نرجع لفيلمنا داركست اور. تقييمي لفيلم داركست اور هو 9/10. فيلم ريكومندد جدا وانا بحبه جدا، وكان هو السبب اللي خلاني اقرا مذكرات وينستون تشرشل واتعمق في حياته اكتر. رابع فيلم معانا هو فيلم الانيميشن العربي الفارس والاميره، اللي هو غالبا حبيب اخوك انت عارفه بالحته بتاعت سهيلة يا اختي ولعي بقى ولعي، بس مش هعملها تيك توك، مش هيبقى المره دي والمره اللي فاتت، عيب يا حبيب. المهم يا حبيب اخوك ان هو فيلم لطيف، الاداء الصوتي فيه رائع جدا وعبقري، بس الرسومات مش الطف حاجه في الدنيا، فتقييمي للفيلم هو 6/10. خامس فيلم معانا وهو فيلم ذا فول جاي، وهتلاقيني عامل عنه ريفيو فيديو كان حلو يعني، روح شوفه، بس هيطلع لك هنا او هنا بقى يعني، روح شوف. انا شفته وقت نزوله في السينما وهتلاقيه دلوقتي موجود على النت. سادس فيلم معانا هم في الحقيقه 3 اجزاء لفرانشايز واحد، وهم اول جزئين من ولاد رزق والجزء الثالث اللي شفته في العيد. ولو ما تعرفش انا حبيب اخوك، ففيديو ريفيو ولاد رزق القاضيه هو اول فيديو لعمو نرد افلام يعدي ال1000 فيو على يوتيوب، فدي حاجه يعني اجي احتفل معاك لان انا مبسوط بالموضوع بصراحه. فلو لسه ما شفتش الفيديو روح شوفه لان هو فيديو جميل جدا، واحنا عدى ال1000 فيو، انت ازاي لسه شفتوش يا حبيب اخوك؟ وسابع واخر فيلم معانا هو فيلم كازابلانكا، واللي شفته على اساس ان فيلم عصابه الماكس هيكون امتداد ليه، وطبعا عامل ريفيو عن فيلم عصابه الماكس، روح شوفه برضه يا حبيب اخوك هتنبسط، هو 6 دقايق حاجه صغيره يعني. واما بالنسبه لفيلم كازابلانكا فهتلاقيني كنت كاتب عنه ريفيو كتابه بقى قبل برضه الفيديوهات، وهتلاقيها موجوده على بروفايلي الشخصي لو حبيت تشوفه. وكده يا حبيب اخوك نكون وصلنا لاخر حلقتنا من فيديو حصاد الامتحانات نسخه الافلام. لو بتتفرج لحد هنا فانا عايزك تعرف ان انا بحبك، واتمنى تكون انبسطت معانا والدنيا كانت حلوه. ولو انت عندنا على يوتيوب سبسكرايب بقى وحلوياتك، لو عندنا على فيسبوك هات صحابك والمجتمع والناس، وهتلاقينا كمان موجودين على تيك توك حاطط لك ماينكرافت وجي تي اي وكل الحاجات اللي انت بتحبها دي. اتمنى تكونوا انبسطتوا، وانتظروا عمو نرد افلام في فيديوهات اخرى. وبس كده، سلام عليكم. قفل يا